اهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بهارات. وصفة النهاردة ان شاء الله وصفة سهلة وسريعة ومغذية كمان، تنفع فطار وغدا وعشاء. هنعمل ان شاء الله العجة، هنعملها بطريقة سهلة وسريعة. نبدأ بسم الله ونصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا المقادير بتاعتي ما كاتباها لك على الشاشة، لو حابة تنقليها او تاخديها سكرين، وان شاء الله هقولها لك برضو في الفيديو بالتفصيل. سخنت حلة على النار وحطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة، ونزلت ببصلتين كبار متقطعين مكعبات صغيرة، وهسيب البصل بتاعي يدبل شوية، مش عايزاه يتحمر بزيادة. وكده البصل بتاعي خد اللون المطلوب، عايزاه يبقى يدبل شوية ما يتحمرش بزيادة. معايا معلقة كبيرة من الثوم ومعلقة صغيرة من هريسة الشطة. هاخد كده نص الثوم ونص الهريسة وبقلبهم مع البصل شوية لحد ما تبدأي تشمي ريحة الثوم، ما تحمرهوش برضو بزيادة. وبكون مجهزة معايا كوباية من الطماطم مقطعاها مكعبات صغيرة، يعني تقريبا 3 حبات من الطماطم بتقطعهم مكعبات صغيرة، وبنزل بهم كده على البصل وبقلب على نار متوسطة علشان عايزة كل السوائل اللي في الخضار تطلع معايا. ومعايا البهارات بتاعتي كزبرة وكمون وفلفل اسود وملح، باخد برضو نص كمية البهارات بملح بيها الخليط بتاعي. ومعايا برضو فلفل الوان اخضر واحمر مقطعه مكعبات صغيرة، خدت جزء برضو منه كده وحطيته على الخلطة، وببدأ اقلب الخلطة الجميلة دي وبغطيها وبسيبها على نار هادية لحد اما كل السوائل اللي فاتت تبخر. عايزين الخليط بتاعنا ما يكونش فيه اي سوائل. في الوقت ده بجهز خليط البيض. معايا 10 بيضات او 11 بيضة. البيض اللي عندي كان صغير، كان بلدي صغير جدا جدا، فاستخدمت 11 بيضة. انت لو عندك البيض بتاعك كبير هتستخدمي من 7 ل 8 بيضات. قلبت البيض بتاعي كويس وبدأت حطيت البهارات بتاعتي، بقيت البهارات بتاعتي وبقيت هريسة الشطة. معايا نص كوباية من الدقيق، ببدأ انزل بيها واحدة واحدة واقلبها علشان ما تكلكعش منك. عايزين نفك الدقيق كده مع البيض في البداية. حطيت باقي كمية الثوم وكمية الفلفل كمان اللي معايا، انا كنت مقطعاها مكعبات صغيرة. ومعايا كمان الخضرة شبت وكزبرة خضرة. ومعايا نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من بيكربونات الصودا. بتحطيهم علشان دول هما المادة الرافعة اللي هترفع معايا العجة بتاعتي. ما تكترش بيكربونات صودا لانها بتغمق العجة. قلبت كل المكونات مع بعضها وبنزل كمان بالخلطة بتاعتي بعد ما سبتها بردت تماما. ما تحطهاش على البيض غير اما تبرد خالص. الخليط ده ما شاء الله بيدي طعم ولون جميل جدا للعجة. قلبت المكونات كلها مع بعضها، وده القوام بتاع العجة مظبوط ما شاء الله، مش محتاج اي سوائل تانية. بسخن صينية معايا على النار، بسخنها كويس جدا وبنزل بربع كوباية من الزيت بسخنها، وببدأ اطفي النار بتاعتي وانزل بالخليط بتاعي بتاع العجة في الصينية. الخطوة دي جميلة جدا، بتخلي العجة بتاعتك ما تاخدش وقت كبير في الفرن، وكمان العجة ما بتلزقش في الصينية بتاعتك. انا كده طفي النار على العجة، دوب بس سخنت الصينية والزيت وحطيت الخليط بتاعي وبهزه كده بالشكل ده وبسويه في الصينية، وبكون مسخنة الفرن وبحط الصاج بتاعي على الشبكة في النص. بتقعد تقريبا 10 دقايق او ربع ساعة بتستوى وتبقى جميلة جدا جدا ما شاء الله. العجة بتاعتنا لونها جميل وطعمها وريحتها مالية المكان. وبالنسبة لحجم الصينية اللي هتحط فيها الخليط، انا اخترت صينية مقاسها 30 في 40 علشان كنت عايزة العجة بتاعتي يكون سمكها رفيع. لو انت حابة السمك يكون مرتفع شوية هتحطها في صينية مقاسها 38 وبتطلع معاكي هشة وجميلة. ما تقلقيش ان احنا حاطين مادة الرفعة بتاعتنا بيكنج باودر وبيكنج صودا. شايفين مش لازقة في الصاج ولا حاجة، علشان الخطوة اللي احنا عملناها سخنا الزيت في البداية وحطينا الخليط بعدها. بتقدميها بألف هنا وشفا، بتقدمها مع عيش ومخلل. أكلة جميلة وسهلة وسريعة ومغذية كمان. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، تشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. واسيبكم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.